النهارده هنشوف مشاهير وستريمرز تعرضوا لهجوم مرعب من حيوانات قدام الكاميرا وعلى الهوا. مفيش مونتاج، مفيش تمثيل. من كلاب هجمت لقطط اتجننت لدببة ونمور ظهرت فجأة وسط الغابة. مشاهد هتخليك مش عارف تبص ولا تغمض. اربطوا الحزام واستعد لأكتر لحظات رعب حصلت لايف قدام الناس. ويلا بينا نبدأ مع سبيد اللي كان بيتمشى عادي جدا في شوارع النرويج بيبث لايف، وكل حاجة ماشية تمام لحد ما لمح كلب في الطريق وقرر يهزر معاه، بس الهزار قلب جد والكلب اتقلب عليه. حسن حظ سبيد انه سريع قدر يجري قبل ما يتأذى. المرة دي كان سبيد بيبث لايف من كوريا، شاف كلب لطيف وقال يهزر معاه بنفس الطريقة، بس الكلب ما كانش في مود الهزار والنتيجة ندم العمر. الحيوانات لو كانت متضايقة ما ينفعش تهزر معاهم أبدا، زي اللي حصل مع الستريمر ده. قطته كانت في حالة نفسية صعبة وهو قرر يمدحها عشان يرفع معنوياتها قدام المتابعين، بس القطط ما بتحبش التمثيل واللي حصل فاجئ الكل. نيجي بقى للصعقة. يوتيوبر كان بيصور فلوج في الغابة، كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما بدأ يسمع أصوات غريبة حوالين الخيمة. قام فاتح الخيمة وكانت المفاجأة دب ضخم واقف قدامه، صرخ بكل قوته يمكن يخوفه، وفعلا الدب خاف ومشي. حرفيا يا ربي على المعجزة دي. مش بس كل الدببة بتهرب، يوتيوبر صيني كان بيتسلق جبل وفجأة ظهر له دب تاني، بس المرة دي الدب كان جعان قوي ومش ناوي يسيبه في حاله. بأعجوبة قدر يهرب ويتسلق لأعلى نقطة وقال يا رب أنا لسه عايز أعيش. ومن دب جائع لحيوان أسرع من لمح البصر. ستريمر كان قاعد على البحر مستمتع بوجبته، لكن فجأة نسر عملاق خطف الأكل من قدامه وطار. ما فهمش حصل إيه إلا لما شاف أكله بيطير في السماء. المسكين سبيد دايما بيقرر يهزر مع الكلاب، شاف كلب تاني في الشارع وقال يهزر كالعادة، بس اللي حصل ما كانش في الحسبان. الكلب هجمه ومفيش غير كلب روبوت اللي ممكن يتحمله، أو لا، حتى كلب روبوت رفض سبيد بقى قرر يلعب مع نمر ضخم. مين عاقل حرفيا يعمل كده؟ بس الامور ما مشتش زي ما كان متوقع. في تحدي مجنون قرر الستريمر ده انه يلبس بدله واقيه ويدخل يتحدى كلب بوليسي، بس نسى اهم حاجه وهي انه يغطي راسه، واول ما وقع الكلب هجم وعضه في دماغه. النتيجه جروح في راسه وفي جسمه رغم الحمايه. بس تخيل بقى تكون في بث عادي وفجاه خفاش يدخل اوضتك. ده اللي حصل مع واحد من الستريمرز وهو بيلعب راست، وتحول اللايف لرعب. ودي أول مرة كان فيها ايدن روس لسه عايش. فجأة قرد بيقرب منه بيكشف قميصه وبيحاول يهجم عليه. ودي بنت كانت لايف بتهزر كده على الهوا، راحت تاخد شنطتها، فجأة غزال هجم عليها ووقعها. تجارب سبيد مع الحيوانات ما بتخلصش. سبيد كان راكب فيل، بس الفيل واضح انه مش قابل الموضوع، رفع ظهره ووقعه. اللي بعده بنت في لايف بتاكل سندوتش، فجأة طيور بتنزل عليها من السماء وبتهجم على أكلها وتاكله منها. اللعب اللي بعد كده طير دخل أوضته وهجمه في وشه فجأة لدرجة إنه طير السماعة من على راسه. البنت دي في غابة قرود قاعدة بتصور، وفجأة قرد من القرود قرر يهجم عليها فجأة. وهنا يوتيوبر بيصور نفسه على لوح في البحر، فجأة أخطبوط بيهجم عليه ويوقعه في المية. راقصة بتعمل عرضها، الاخطبوط نط على وشها ومش راضي يسيبها تاني. كانت حرب حرفيا. لوجان بول كان بيتصور، قرر قرد يفتح شنطته وياخد ازازة برايم وياخد الكاميرا كمان معاه. حاجة كده سرقة في هجوم في فوضى. المرة دي كانت النهاية مأساوية. البنت دي كانت بتلعب مع قطتها وفجأة القطة بتخدشها في عينها، حرفيا عينها راحت. واحد تاني بيحط حاجة على الأرض، القطة هجمته كأنه سارق حاجة منها. كانت حرب ما بين الاتنين. وده رايح يأكل التعبان في القفص، فجأة التعبان عضه في ايده والدم بقى في كل حتة، والتعبان خرج من القفص والراجل ما بقاش عارف يعمل ايه. وده بقى شاف الموت بعينه. يوتيوبر نط في مية في استراليا ومرة واحدة يلاقي سمكة قرش بتلف حواليه وقدر يهرب منها بأعجوبة. ودي كانت أخطر لحظات رعب اتصورت لايف قدام الناس. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وإيه هي أكتر لحظة خوفتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان الجاي مرعب أكتر.